عملنا الفراخ المشويه بقى لذ واسهل تتبيله، هتديها اللون الحلو ده وطعم خطير، والفراخ هتكون معاكي دايبه ومستويه، وكمان هيبقى معاها صوص روعه تقدميه معاها بألف هنا وشفا. هنعمل تتبيله رهيبه للفراخ من الخضار المشوي، هتخلي طعم الفراخ روعه، هتعجبك جدا لما تجربيها. جيب قرنين فلفل احمر رومي بالشكل ده تقطعين شرايح، قرن فلفل رومي اخضر حامي او بارد زي ما تحبي، بس الحامي بيخليها تحفه، 3 فصوص من الثوم، بصلايه كبيره متقطعه شرايح بالشكل ده، هتبلهم ملح، فلفل، بابريكا مدخنه او عاديه، رشه حلوه كده من الزعتر، معلقتين كبار من زيت الزيتون. هدعك الخضار كله كده مع بعضه وادخله الفرن على درجة حرارة عالية لمدة ربع ساعة لحد ما الخضار يتشوي معايا. شوى الخضار معايا بالشكل الجميل ده، خد ربع ساعة في الفرن. هضربه في الكبة او الخلاط، هضيف عليه علبة زبادي صغيرة، معلقتين خل كبار، عصير ليمونة كبير، ونخلطهم مع بعض. جهزنا التتبيلة بقت بالشكل ده، هناخد شوية منها كده على جنب. جبت فرخة بالشكل ده متوسطة الحجم، كيلو 300 كيلو ونص، غسلتها كويس ونقعتها في محلول النقع لمدة ساعة عشان نتخلص من اي زفارة ونطر اللحم بتاعها. صفيتها من محلول النقع وشطفتها بمية نظيفة ونشفتها خالص، بقت معايا بالشكل ده. هبدأ اعمل فيها فتحات في الصدر عشان نحط فيه التتبيلة. وفي الورك بعد ما فتحتها بالشكل ده هضيف عليها التتبيله وابدا ادعك بيها الفراخ وادخل تحت الجلد. عشان كل لحم الفراخ يطعم بالتتبيله الخطيره دي. تبلت الفرخه بالشكل ده من بره ومن جوه وتحت الجلد، ودخلت في الفتحات علشان اطعم لحم الفرخه. يفضل ان احنا نسيب التتبيله في الفرخه لمده ليله كامله، لو ما عندناش وقت يفضل ان هي تفضل ساعه او ساعتين علشان تتشرب من التتبيله وتديني الطعم الحلو للفراخ. سيبنا الفرخه في التتبيله كده لمده ساعتين علشان تتشرب من التتبيله. هغطي الفرخه بورقه زبده الاول وهقفل عليها بورقه فويل واحكمها وادخلها الفرن على درجه حراره 200 في الاول لمده نص ساعه وهي متغطيه، وبعدين نشيل ورقه الفويل نسيبها تكمل تسويتها وتاخد اللون الحلو. استوت الفراخ معايا بالشكل الجميل ده وعملت صوص خطير من الخضار المشوي تحتها، حاجه تحفه. جبت عيش اي نوع عندي ورحت مدهناه بشويه الصوص اللي احنا سايبينهم اللي تبلنا بيهم، وادخلهم تحت الشوايه يتحمصوا وياخدوا اللون الذهبي الجميل ده، واقدم عليها الفراخ